ازيكم حريفه، ورجعت في فيديو جديد. فيديو النهارده هكلمك عن احداث يوم الاثنين القادم، واقول لك على باك الايبك بوستر اللي هينزل يوم الاثنين. حرفيا هيبقى باك جبار. بس قبل ما نبدا حط لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس وتابع القناه عشان هيبقى فيه فيديوهات جامده قوي الفتره الجايه. خلينا نخش في المفيد. اول حاجه قبل ما نبدا اكلمك على الباكجات، خلينا نشوف ايه اللي نزل يوم الخميس. اول حاجه نبدا بيها هي باكج نجوم الاسبوع. الباكج الجبار ده حرفيا اللي فيه مبابي وصلاح وفيه ديبول، فباكج خرافي الصراحه. انا صرفت عليه فتحه مجانيه وثلاث فتحات 300 كوين فتحتها عليه. للاسف ما جاليش ولا مبابي ولا صلاح، بفتح على حساب النسيب بس للاسف ما جاليش. وتعالى كده نخش على الايفنتات اللي نزلت. عندنا ايفنت هنا فتحه مجانيه على باكج نجوم الاسبوع، وفي فتحه مجانيه تانية الصراحه لسه ما اعرفش بتاع ايه، لسه ما مخلصش الايفنت ده. وعندنا كمان 150 كوين. ايوه ما انت سمعت، 150 كوين. كونامي بقت بتضحي يا جدعان، كونامي بتضحي 150 كوين. وكمان لسه هنستلم 150 كوين اصلا تانيين بتاع حمله ميسي اللي كلمتكم عليها قبل كده. يعني حرفيا باكجات جباره وايفنتات اسطوريه جدا. تعالى بقى اقول لك بقى على الباكج الجبار اللي هينزل يوم الاثنين الجاي. لقيت ناس كتيره بتقول ان هو رومانيجي هو اللي هينزل يوم الاثنين الجاي، بس اقول لك دي معلومه خطا تماما. رومانيجي مش هينزل يوم الاثنين الجاي. رومانيجي موجود ليه بطاقه في بنات اللعبه، بس مش هو اللي هينزل يوم الاثنين الجاي. الباكج الاثنين الجاي هيبقى باكج متكامل. نبدا باول لاعب معانا، هو اسطوره الباكج اللي هو يوهان كروي. كمدرب اسطوري موجود في اللعبه، لاعب اسطوري موجود في اللعبه، ليه بطاقات كتيره بس دي هتبقى اقوى بطاقه ليه. يوهان كرويف فيه طاقات اسطوريه ماكس 102 او ممكن يوصل 103، بس المتوقع بنسبه 70% ان هو هيوصل 102 في التشكيله. واللاعب الثاني هو هيبقى راؤول اسطوره ريال مدريد. هينزل ببطاقه اس جباره، هيوصل ماكس في التشكيله 101. حرفيا طاقاته اسطوريه. ده غير كده لو انت تفتح الباكج ده وجالك راؤول، فنصيحه مني وفر له بطاقات تدريب كتير عشان بتطور 39 ليفل، يعني هيخلص لك البطاقات بتاعك. يعني وفر له كده حوالي 10 بطاقات، 10000 كده ولا حاجه، عشان يعني تعرف تديله التطوير بتاعه. ندخل بقى على اللاعب الثالث، هو هيبقى دياجو فورلان اسطوره اتلتيكو مدريد الاسباني. حرفيا هيبقى لاعب جبار نازل بطاقات اسطوريه بنسبه كبيره، هيوصل 100 في التشكيله، بس المتوقع ان هو هيوصل 101، بس دي باحتمال حوالي 40% او 50%، وممكن يوصل 101. فدول كان ثلاث لعيبه ايبك اللي هينزل معانا في الباك. تعالوا بقى اكلمكم عن اللعيبه الهايلايت اللي هتنزل معانا في الباك. معرفش كونامي مالها باللعيبه الهايلايت. اخر باكجين كده، الباكج بتاع كريستيانو واللي كان فيه كولوبالي وكانتي، والباكج ده لعيبه الهايلايت مش احسن حاجه، حتى لعيبه اصلا مش معروفين محدش يعرفهم. هم دول اللعيبه الهايلايت اللي هينزلوا معانا في الباكج. حطيت لك صورتهم قدامك اهي، استمتع بيهم. حرفيا لعيبه 3 نجوم و4 نجوم، وممكن يبقى فيه لاعبين كده ولا حاجه 5 نجوم او لاعب واحد كمان، فلاعيبه عاديه اصلا خالص يعني. فانا بس من كونامي الفتره الجايه تحسن اللعيبه الهايلايت شويه، نشوف ايام مثلا رودري ولعيبه هايلايت كتير قوي كانت حلوه قوي. حرفيا كانت بتوصل 100 كمان، 100 في التشكيله تتخيل. امال اللعيبه ديت حتى بتكملش ماكس 95 في التشكيله. وطبعا كان عاده معانا هيتجدد ايفنت 50 كوين. يعني كونامي بتقول لنا الاسبوع ده الاسبوع اللي 150 كوين وفي 50 كوين، وممكن كمان الخميس الجاي تدينا 100 كوين و150 كوين، يعني كوينات كتير قوي هتتوزع. وبس كده يا حريفه، دي كان فيديو النهارده. ما تنساش تحطوا لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس، واشوفكم فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.